الحكاية دي بتحكي عن 5 من كبار كفار مكة كانوا من أشد الناس استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حصل بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم فضل يدعو الناس للإسلام في السر لمدة 3 سنين. وفي يوم مر عليهم فابتدوا يغمزوا ويتريقوا عليه. وكانوا من رؤوس القوم الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب ابن أسد أبو زمعة والأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس. ومع الوقت زاد استهزائهم وأذيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام بشكل كبير، فأنزل الله تعالى قوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وبعدها جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المستهزئون يطوفون حول الكعبة، فوقف جبريل بجانب النبي عليه الصلاة والسلام وبدأوا يمروا واحدا واحدا. فمر الوليد بن المغيرة فقال جبريل: كيف تراه يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس عبد الله. فقال جبريل: قد كفيته، وأشار إلى أخمص قدمه. فخرج بعد كده في طريقه إلى الطائف، لكنه نزل في مكان فيه شوك، فدخلت شوكة في قدمه وفضل يقول: لدغت لدغت، وانتفخت رجله بشكل كبير لحد ما مات. وبعده مر الأسود بن عبد يغوث فقال جبريل: كيف تراه يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد سوء. فقال جبريل: قد كفيته، وأشار إلى عينيه ففقد بصره واشتد عليه الألم لدرجة أنه كان يخبط راسه في الجدران حتى مات. ثم مر الأسود بن عبد يغوث فقال جبريل: كيف تراه يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد سوء. فقال جبريل: قد كفيته، وأشار إلى بطنه فمرض مرض شديد حتى هلك. وبعده مر الحارث بن قيس فقال جبريل: كيف تراه يا محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عبد سوء. فقال جبريل: قد كفيته، وأشار إلى رأسه فابتلي بمرض شديد خرج معه قيح حتى مات. وفي النهاية أهلكهم الله جميعا قبل يوم بدر، وكان هلاكهم في يوم واحد جزاء لاستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وده تصديق لقوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. فصلوا على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم.